على كل حال الان انا حكيت لكم. ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟ كان في خلايا كثيره اكتشفناها، في عرب، في ليبيين، استعملوا المخدرات، حبوب الهلوسه، استعملوا الفلوس، استعملوا المهاجرين غير شرعيين. الراجل ده عبيط قوي. استعملوا المصريين، التوانسه، هذا كله موجود معروف، وسيطلع للعالم بالوثائق واشرطه. شبه علبه الكازوزه المطبقه. ايضا بشركم بحاجه اخرى، اخواننا المصريين واخواننا التوانسه اللي موجودين باعداد كبيره وتم استعمالهم، ايضا الان هم عندهم سلاح. الراجل ده عبيط جدا. وموجودين هنا واصبحوا جزء من هذا العمل وهذه الفوضى وهذا التآمر، نجهز انفسنا ايضا للتعامل معهم. هو عارف انه عبيط؟ وهيفكوا جزء من ليبيا وهيشاركوكم في النفط في المستقبل اذا صار منا، هذا اذا صار منا بعد 40 سنه. والحكومه عارفه انه عبيط؟ ويشاركوكم في بيوتكم وفي رزقكم وفي كل حاجه. يعني مكتوب في الباسبور عبيط؟ الان لاخوانكم العرب، وهذا بالسر عارفيننا وموجودين بقوه وبكثره، وهم الان جزء من العمل هذا، هم الان هيكون لهم ايضا حصه في ليبيا. يا نهار ازرق، عبيط واقرع وزباوي كمان.